دائما قبل كل بطوله كابتن كرامي نشوف طبعا تصريحات السيد احمد سالم. اي بطوله او مباراه يعني يمكن التصريحات تشكل يمكن ضغط على فريق الزمالك، وكذلك في تصريحات كذلك بخصوص طبعا حكم المباراه وتسريبات التدريبات. ما اعرف ليه تطلع هذه المشاكل قبل المباراه بالذات او النهائيات، سواء بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي فقط. انا هقول لك على حاجه وابسط لك الموضوع وابسط للناس المشاهدين الموضوع. المتحدث الرسمي للنادي الاهلي اسمه ايه؟ احمد سالم. النادي الاهلي. النادي الاهلي ايوه، لا ما حد يعرفه. تمام. انا اعرفه عشان صديقي الشخصي شريف فؤاد، وهو اعلامي متحدث بقاله مع النادي الاهلي 7 سنين. عمرك شفت مشكله؟ لا. هناك فرق بين المتحدث الاعلامي للنادي الاهلي، هناك فرق بين مجلس اداره النادي الاهلي اللي عمرك ما تدخل في قضيه تلاقي فيها حد من المسؤولين في النادي الاهلي. انا بتكلم المسؤولين، مجلس اداره النادي الاهلي تلاقيه يدخل. على العكس تماما في البيت الابيض بتلاقي دايما جدل، بتلاقي دايما مشاكل، دايما عندهم اسباب للهزيمه، ورغم ان النادي الزمالك نادي كبير. كل ما هو زملكاوي كبير ومحترم هيفهمني. انا لا انتقد نادي الزمالك، انا بل بالعكس، ده انا بقول اللي صح. نادي الزمالك نادي كبير اصولا، زي ما شفنا نور الدالي قبل كده، وشفنا العظماء بتوع نادي الزمالك وابو رجيله، كابتن ابو رجيله والناس دي. لازم اللي موجودين يبقى على مستوى النادي. احمد سالم ليه بوست عن تركي آل الشيخ، السيد تركي آل الشيخ ومسحه. ليه بوست عن النادي الاهلي ومسحه. ليه كلمه تعليق عن كابتن كهربا الهارب. دي مش رياضه. اخيرا بيدخل علينا بقصه التحكيم وبينفيها، يعني بيدخل ابراهيم فايق حتى بيساله يعني انت عايز ايه من التحكيم؟ انتوا اتظلمتوا رسمي؟ قال له لا ما اتظلمناش. طب انا مش فاهم. وامبارح القصه بتاعت التسريبات هناك تسريبات صح؟ ما شفتها. شفتها؟ لا ما شفتها ولا انا. يبقى التسريب، معنى كلمه تسريب اللي احنا نشوفه. احمد سالم انا شايفه يعني المتحدث الاعلامي الحرف له معنى. الجمله لازم تكون في نصابها، وعندما تتحدث باسم نادي الزمالك الكبير لابد ان يكون لك مسؤوليه. مسؤوليه الكلمه، مسؤوليه الجمله، مسؤوليه اللي انت بتخاطب ملايين جماهير نادي الزمالك والانديه المنافسه. صحيح. انت بتخاطب شعب. فانا شايف عنده سقطات كتير، اتمنى اللي هو يتداركها، لان زي ما قلت نادي الزمالك نادي كبير، والفرق كبير كبير جدا عندما لا تعرف اسم المتحدث الرسمي للنادي الاهلي وان تعرف من هو المتحدث نادي الزمالك. ده اللي يبين لك الفرق يعني.